بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم فيديو جديد ويوم جديد. وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي كتير غايبة عنكم، بقالي أكتر من شهر ونص. أساسا كنت مش موجودة في البيت عشان أنزل فيديوهات وكده، كنت قاعدة عند ماما. لاني عرفت ان انا حامل، فكان ليا ظروف خاصة كده ان انا متحركش يعني اول شهرين كده، فكنت سايبه البيت وقاعده عند ماما. فرجعت البيت بقى، مش قادره اقول لكم عامل ازاي التراب ده، معشق في الحاجه يعني، انتوا هتشوفوا بنفسكم. المهم اول حاجه كده بدأت بيها، قلت اعمل اوضه الاطفال. كنت عايزة افضي ضرفتين كده من الموجودين في الدولاب، عشان لما ان شاء الله لو ربنا كمل لي على خير باذن الله وعرفت نوع النونو هيكون ايه، بنت او ولد، فلما اشتري له الحاجه او اشتري لها الحاجه فاحطها على طول في الدولاب. المهم انا نزلت ورحت عند والدتي وما عملتش في البيت اي حاجه يعني، يا دوبك عشان عندنا احنا عصافير في البيت، كان مصطفى يا دوبك بيجي ياكل العصافير وينزل. فانا كنت سايبه الدنيا كده، ما حتى ما فرشتش يعني، ما شدتش الملايات اللي كنا نايمين عليها ولا حاجه. المهم رحت بقى على اول حاجه كده في اوضه الاطفال، شلت الملايات من على السرير، والسجاده موجوده تحت السرير، فانا مش هينفع ان انا اشيل السجاده، فقلبت السجاده كده. اول حاجه بقى رحت على الشباك كده، الشباك مش قادره اقول لكم على التراب اللي فيه، بجد معشق تراب. فانا رحت جبت حته قماشه ناشفه، نزلت التراب الاول، شلت الكومودينو الاول حطيته على السرير، وبعد كده بدأت بالقماشة الناشفة ان انا الم كل التراب، وبعد كده جبت شوية مية في بولة كده وفيها معطر دوني وشوية كلور وشوية صابون، وبقيت ان انا امسح الشباك. الشيش كان مليان كده تراب، بس انا نزلته الاول. وقبل ما ادخل اعمل اوضه الاطفال كنت عامله البلكونه بس ما جبتهاش معاكم، فمسكت الخرطوم من بره، غسلت الشباك من بره. المهم بقى كده فتحت، قلت برضو تهوية، الدنيا حر قوي يعني، الحيطان بتطلع نار لان انا في السابع ومفيش حواليا حد، انا العمارة الوحيدة اللي عالية، فالحيطان زي النار. المهم انا كنت قافلة الدنيا كده، ففتحت الشباك قلت يهوي الأوضة. المهم بقى نزلت كده الكومودينو ومسحت الأرض عشان تحت الكومودينو يعني. المهم جبت بقى الجلانس كده وبدأت ان انا امسح الكومودينو. بص الازاز لو انتم ملاحظين هتلاقوه مليان تراب. المهم ركبت بقى الاباجوره كده وحطيت لها مفرش جديد غير المفرش اللي انا كنت حاطاه، وكان في بقى شويه حاجات كده بره زي سماعه حاجات كده، بدات ان انا احطها في الكومودينو. نفضت بقى السرير، نفضت الخشب كويس، وقلبت المراتب. المراتب خفيفه مش تقيله خالص. لما ربنا يكرمني ان شاء الله باذن الله عايزه اجيب مرتبه تاكي لسرير واحد، وهحط المرتبتين بتوع السريرين هحطهم في مرتبة واحدة واخليهم مرتبة واحدة بإذن الله. هنجدها واخليها مرتبة واحدة، وهجيب للسرير التاني مرتبة تاكي، لان المنجد ساعة ما انا كنت بنجد ما ظبطليش المراتب، متقلي مراتب اوضه النوم قوي، لكن اوضه مراتب الاطفال ما كانش ظابطهم. المهم مسحت بقى كده الارض. هو طبعا ما ينفعش ان انا امسح الارض الاول، يعني مسح الارض في الاخر، بس انا بص عشان هنزل السجادة مسحت الارض كده وخليتها تنشف، وبعد كده نزلت السجادة على الارض، وهروح برضو على السرير التاني هعمل فيه نفس اللي انا عملته، قلبت برضو المراتب وطلعت كده طقم جديد نضيف، بدأت ان انا برضو افرشه. تمام. آه اللهم الهمنا بالشهادة. فرشته وحطيت الترابيع بتاعت الطقمة بتاعت السراير على عموم.
في السراير بتاعه الاطفال عموما مش بحط لها الترابيع، بس الطقم ده كان فيها ترابيع كده. المهم حطيتهم، رحت بقى على الدولاب زي ما قلت لكم عايزه افضي ضرفتين كده. المهم نزلت بقى الحاجه اللي هي الملايات والفوط والكلام ده. في الفوط هي اللي هحطها من فوق، دي الفوط بتاعه البيبي، دي كانت ماما جايبها لي يعني بتاعه جهازي، فوط صغيره كده. فانا قلت دي خليها ان شاء الله للبيبي. وفضيت لهم بقى، فضيت له الضرفتين دول اللي تحت، ونزلت بقى اللي هما الدفايات الدفايات اللي هي الرصاصي والحاجات دي بتاعت السراير بتاعت اوضه الاطفال. وكان في حاجات كمان للسراير اوضه النوم، لسرير اوضه النوم. فانا هدخلها جوه، وانا فضيت ضرفه في اوضه النوم عشان ادخل الحاجه دي فيها. المهم فضيت بقى زي ما قلت لكم كده الضرفتين وهسيبهم زي ما هما، حطيت بس الفوط. قلت ان شاء الله اول ما اجيب اي حاجه اعرف بس النوع ايه بتاع البيبي ان شاء الله، هبتدي بقى ان انا يعني ارص الحاجه على طول في الدولاب. ادعولي بقى ربنا يكمل لي على خير وما يكسرش بخاطري ابدا فيه، ويدي يا رب ويرزق كل مشتاق، ما يحرم حد منهم يا رب العالمين. بجد كنت مبسوطة اول ما عرفت، احساس حلو قوي وكنت بتمناها من ربنا، يعني احساس بجد حلو قوي. المهم رحت بقى كده شلت الضرفة اللي تحت دي. انا مش بوطي كتير عشان يعني استخدم فيها الحاجة، فقلت هي الحاجات بتاعت الدولاب هنا بتاعت السراير هنا بتاعت اوضه الاطفال قلت انزلها تحت. وهبتدي احط برضو الملايات، طبعا ان دولاب اوضه النوم مليان حاجات برضو، فما ينفعش احط ملايات اوضه النوم، ملايات الاطفال والفوط والكلام ده احطها اوضه النوم. مش كل ما هعوز حاجه ادخل اوضه النوم واجيبها وكده. المهم بقى مسحت الارض تاني وجبت المكنسه، لميت كده برضو التراب اللي على السجاده. انا والله يعني بشتغل او بعمل في البيت واحده واحده على قدي، ومش راضيه على اللي انا بعمله برضو، حاسه ان انا بلكلك كده في الحاجه بس غصب عني تعبانه. و باجي على نفسي برضو ان انا مش هلاقي حد يعمل لي. عندي اخواتي البنات وكده، بس عندي واحده في العجمي فمش هتقدر تجيلي ان هي كل يوم، واختي التانية الصغيرة بتشتغل وقاعدة مع ماما عشان ماما برضو تعبانة شوية، وماما ست كبيرة فمش هتقدر تروح وتجيلي. ف يعني على قد ما بقدر ان انا بعمل. المهم بقى عطرت كده الجو، وعطرت الحاجة، وحرصت الدباديب والالعاب والكلام ده. وبس كده خلصت الأوضة، واستنوا بقى مني فيديوهات تانية جديدة، لان البيت كله عايز يتعمل من اول وجديد، عايز يتسيع، عايز يتلم منه التراب. لو قادرة ان انا اشيل السجاد وانفضه، بس برضو غصب عني. بس هعمل كده كل يوم حاجة، ان انا عشان ارضى عن البيت واحس ان انا عايزة اقعد فيه كده وانا نفسي مرتاحة ومبسوطة. المهم كده بقى وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب الفيديو يعجبكم، متنسوش اللايك، واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله في امان الله، مع السلامة.